السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله يا الله، وش هالشرف اللي ربنا أمتعني فيه ورزقني إياه أتحدث مع الشيخ رامي. الله رعاك يسعدك يا الله، حبيبي، جزاك سددك الله خير. الله، حفظك الله يا شيخ رامي. والله جزاك الله خير يا حبيبي. والله ندعو لك الله ليلا نهارا صبح مساء يا شيخ رامي، الله يستر أن يرزقك الجنة وأن يجعلك والله برفقة الصحابة الكرام البررة. آمين يا شيخ مدينين إلى الله أولا وآخرا، ثم بعد الله لك وللشيخ وليد إسماعيل، للشيخ أشرف غريب. أسأل الله العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم، أسأل الله العظيم ذو العرش المجيد، أسأل الله العظيم أن يحشرك مع رسول الله. آمين آمين. أنت وأهل بيتك وذريتك وذرية ذريتك ووالديك. آمين. حبيبنا أنت شيعي صح؟ كنت ضالا مضلا يا شيخ، لا تقول شيعي. الله أكبر. كنت ضالا مضلا والله، كنت مع الكفرة مع الملاحدة. الله أكبر. والله الذي لا إله غيره. الآن لي 2 سنين. أنت الأول أنت في بث مباشر، أنت اتصلت علي، أنت في بث مباشر، فلا أريدك أن تذكر أي معلومات عنك. الله يسعدك. لا يا أخي، لا أنا حذر في هذا الباب. طيب أنا حذر. أنت عراقي أصلا ولا؟ نعم يا أخي، نعم، لكن اللهجة متقاربة. كنت في الأردن لسنوات. نعم، يعني لكن أنت سيد من آل البيت. أنت سيد من آل البيت لأن اسمك أمامي سيد مسوي. نعم يا أخي أذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة عليها سلام الله رضي الله عنها: يا فاطمة اعملي فوالله لا أملك لك من الله شيئا. يا أخي والله ما السيد إلا الذي يسود نفسه ويسود بيته بطاعة الله. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أريد أن أعلمك، نحن نتعلم من أفضالك يا شيخ. الله يسعدك ويرضى عنك ويبارك فيك. أنا أقول سيد لأن هذه يعني قاسمة على رؤوس الشيعة اللي ما زالوا متمسكين. ها هم السادة ما شاء الله. شوفوا السادة اللي فعلا يتحاكموا إلى القرآن الكريم. انظروا إلى السادة الذين يتحاكموا إلى سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الكلام يخرج كلام منضبط مواجه. يعني ما قال لك حديث يا فاطمة اعملي ما شئت فإني لا أملك لك من الله شيئا، هذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، موافق لقول الله تبارك وتعالى. الآية رقم 188 في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، أو نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ودي الآية في سورة الأعراف. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك في الآية رقم 188: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فما يكون لفاطمة لا أملك لك شيء، فهو لا يملك لنفسه أصلا صلى الله عليه وسلم إلا ما شاء الله. الشيخ أبو معاوية، نعم، أنا أفتخر بهذا الاسم وهذا المسمى. نعم يا شيخ هؤلاء والله كنا ضالين. والله يا شيخ، يعني لما كنا ندخل يوم عاشوراء ونسمع سباب الصحابة ونسمع سباب أمهات المؤمنين، وخاصة أمنا حذاؤها تاج على رؤوسنا، والله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سأل الله أن يجمعنا بها. الله يا شيخ يشهد الله على ما أقول أننا يعني مررنا بمرحلة لما كنا يعني نمر في مرحلة عاشوراء بالذات نفكر يا شيخ، كنت أنا شخصيا منظم لهذه المواكب الضالة، هذه مواكب الكفر، مواكب العور، أقول بلساني وبقلبي. والله عندما استمعت لك أنت بالذات يا شيخ رامي عيسى، والله يا شيخ قلبت كياني. يعني تتكلم مع المئات من هؤلاء المعممين الذين والله لا يفقهون دينهم، والله فقط هم لو أنك طرحت عليهم مسألتين، يعني طرح الدين الشيعي كله على ما يسمى بالخمس والمتعة، هدمت هذين الركنين، هدمت الدين الشيعي كله.
هم يبحثون عن الجنس ويبحثون عن الاكتساب من مال العوام. هذا ما كنا نحن نبحث عنه يا شيخ. الحمد لله. لما كنت أنت تتصل على هؤلاء المعممين والله كنا يعني نرى وهم يفرون من أمامك كالجرذان يفرون أمامك لا يستطيعون يجيبونك. أقول لأحد المعممين أقول له يا راجل تكلم مع رامي عيسى، تكلم. أنا هذا اليوم أعتبر عيد عندي، هذا اليوم والله إني أكلم الشيخ رامي عيسى، عندي عيد من الأعياد، أفتخر والله أفتخر. لأن يقول لي هذا الأموي، هذا الضال الناصبي، نحن لا نريد أن ننزل لمستواه. أقول يا راجل طب اطرح مسألة من الإلزامات، لا تفروا، كلموه، دافعوا عن دينكم. والله لما سمعت هذه الأمور أنا فررت بديني وفررت بأولادي وفررت بزوجتي، والحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي أن هدانا الله. طيب حبيبي، أشكرك يا حبيبي في الختام أريد منك كلمة، وأنت كنت سيد موسى ومسؤول عن مواكب، مسؤول عن هذه، أريد منك كلمة للشيعة الآن، يعني البث فيه آلاف، أريد كلمة منك لعقلاء الشيعة الذين يستمعون إلينا. شيخ رامي، نعم. وش أقول كلمة نعم. لا أزيد عليها. أعرف من هؤلاء المساكين عائلاتهم الآن على أهبة الاستعداد، والله ما بينهم وبين الهداية شعرة. الله أكبر. خاطبهم وأنت الذي ستقودهم إلى الجنة يا شيخ رامي، أنت الذي ستقودهم إلى الجنة، لأن هناك مئات العائلات يستمعون لك خلصة، والله يستمعون إليك بقلوبهم يا شيخ رامي. والله يا أبو حبيبي والله أنا دون ذكر اسمك هو أمامي، والله بيصور لي بنات 20 سنة، شباب 18 17، يصورون لي وهم حاطين الايباد فعلا وقت البث وفي غرفة او في الجوال وحاطين السماعات حتى لا يستمع احد، ويدخلون خلسة كده بعيد عن ابائهم وامهاتهم يستمعون لهذا، نساء ومتزوجات وتخشى من زوجها وتدخل تستمع. ففعلا والله الكثير بيتواصل يستمعون دون ان يشعر احد، فكثير منهم وجد الحق فعلا. شيخ رامي اقول لك، واحدة من بناتي هي طبيبة. نعم. كانت تحب أن تستمع لك، فهي ما تدري أنني اهتديت وكانت تستمع لك. دخلت يوم أسألها فأجدت تبكي، فقلت لها ما يبكيك؟ قالت والله يا أبي ما أقول غير إن إحنا على ضلال. استمع يا أبي للشيخ رامي. فلما ضممتها والله بكيت، قلت والله هذا الذي سيدلني على الجنة بإذن الله تعالى. يا شيخ رامي أنا أخاطب عقلاء الشيعة، أخاطب الشيعة بمجملهم. اعلموا أن الملالي، واعلموا أن إيران، واعلموا أن هؤلاء الذين يجرونكم كالدواب يجرونكم إلى جهنم، والله الذي لا إله غيره، بالشركيات وبالكفر. وأنا أعلم وأنتم تعلمون أن عاشوراء هو يوم الشرك عندكم، ويوم عاشوراء هو يوم الضلال عندكم. عبدنا الحسين من دون الله، عبدنا علي من دون الله، عبدنا البشر من دون 12 صنما عبدناهم من دون الله. أخاطب عقولهم وأخاطب قلوبهم أن عودوا إلى الله تبارك وتعالى. رضي الله عنك يا فاروق الأمة، رضي الله عنك يا أبا حفص، رضي الله عنك يا عمر بن الخطاب. فوالله أن الشياطين فرت منك، والآن الشيعة يسمعون وينكبون على رؤوسهم خوفا وذعرا، وأنت في جنات النعيم بإذن الله تعالى. يا شيعة عودوا إلى الله، فوالله الذي لا إله غيره، وأقسم بالله اللي رفع السماء وبسط الأرض، أنكم على ضلال وكفر وشرك. وإذا بقيتم على هذا الحال اعلموا أن جهنم تنتظركم ومالك خازن النار ينتظركم. ربنا قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا هو النداء الذي
أوجهه قول الله تعالى وقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخاطبنا ويقول والله الذي من قال من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة. ليس من مات على عبادة القبور وعبادة النجف وإلى غير ذلك، عبادة الله. فقال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبو ذر إن زنى وإن سرق. وخاطبكم يا عقلاء الشيعة أن عودوا إلى الله والعود أحمد، هذا الذي أقول ولا أزيد. ونحن نستفيد منك يا شيخ رامي، يعني سامحني أنني أتكلم باندفاع وأتكلم بهذه القوة، لكن أنا فرح والله، فرح جدا والله يا شيخ رامي أنني أخاطبك وأتكلم معك. جزاك الله الجنة، جزاك الله في الدوس الأعلى. والكل يدعو لك والله، الكل يدعو لك ويدعو لأبنائك وبناتك. الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب، ويجعلكم هدى مهتدين، ويحفظكم من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومما تعاقب عليه الليل والنهار. إن شاء الله يعني هيكون بيننا تواصل بإذن الله تبارك وتعالى دائما إن شاء الله، وسأرسل لك رقمي الخاص حتى يكون بيننا تواصل. أتشرف بذلك. جزاك الله خير. أشكرك الحبيب، أشكرك، جمعنا الله وإياك في جنة النعيم. أشكرك على تواصلك. أشكرك يا جزاك الله خير. رحم الله والديك وإياكم. شكر الله. السلام عليكم السلام. لا تعليق على هذا الاتصال، يكفي هذه الكلمات لعقلاء الشيعة. أسأل الله أن يثبت وأن يبارك فيه. اللهم أمين. يبارك في هذا السيد. اللهم أمين.